تعال أقولك على أكتر 4 مميزات هتخليك محترف مونتاج في برنامج كاب كات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون فيديو جديد في برنامج كاب كات، وفيديو النهاردة هقولك على اكتر 4 مميزات في تطبيق كاب كات هتكون بروفيشنال او في المونتاج. فتابع معايا الفيديو للاخر. فقبل ما نبدأ اي حاجة، زي ما احنا متعودين في كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها، نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وبنعمل لايك للفيديو، وبنشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار نزلت فيديو جديد. ولو عايز اي شرح اكتب لي تحت في الكومنتات. ويلا بينا من غير كلام كتير نخش في شرح النهارده على طول. والميزة الأولى في تطبيق كاب كات هي ميزة لوك اون. تعال أعرفك ايه هي الميزة دي بطريقة سهلة جدا. والميزة دي يا شباب بتخلي الكاميرا تتبع الشخص اللي بيتحرك في الفيديو بطريقة احترافية جدا، من غير ما الكاميرا تتهز خالص، بطريقة سهلة جدا. تعال أعرفك الميزة دي عملتها ازاي. طبعا هنفتح كاب كات ونضيف الفيديو بتاعنا اللي احنا عايزين نعمل فيه الميزة الجديدة دي. هنضغط على الفيديو بالشكل ده، هيظهر معانا الخيارات اللي تحت دي زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنختار خيار اسمه لوك اون زي ما انتوا شايفين كده، هنضغط عليه بالشكل ده. هيظهر معانا طبعا ايه تأثيرات كتيرة، او ممكن انت تحرك البادي اللي هو الجسم، او تحرك الايد، او تحرك الوش. طبعا انا في الفيديو ده عايز احرك على الوش، فاختار علامة الوش اللي على الشمال وهدوس على كلمة ستارت، واستنى طبعا انها تحمل معانا بالشكل ده. واول ما تحمل هيطلع معانا دي النتيجة. وانا مش هسرع لكم اي حاجة في الفيديو عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامكم، مفيش اي مشكلة تبقى قدامكم. فهسيب طبعا الفيديو حمل قدامكم زي كده وارجع لكم تاني على طول. وبعد ما الفيديو حمل زي ما انتم شايفين كده ابطال، يلا بينا نشوف النتيجة مع بعض طلعت معانا ازاي. وزي ما انتم شايفين كده ابطال، نتيجة احترافية جدا. طبعا انا الفيديو ده عشان شرح بس فعملته سريعا كده. تقدر ان انت تعمل فيديو احترافي جدا وهيبقى معاك بطريقة احترافية جدا، وهيطلع معاك الفيديو مظبوط اكتر من كده. بس ده طبعا عشان فيديو شرح فعملته اي كلام يعني. فانت تقدر ان انت تظبط على الفيديو بتاعك، فالفيديو بتاعك هيطلع معاك مظبوط. ويلا بينا نخش على الميزة التانية في تطبيق كاب كات. والميزة التانية اللي معانا في تطبيق كاب كات هي ميزة الموشن بلور. والميزة دي طبعا بتخلي حركة الفيديو سريعة وفتبان انها ايه حقيقية. تعالى اعرفك ازاي تعمل الميزة دي بطريقة سهلة جدا. اول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين كده، هنضيف الفيديو اللي احنا عايزين نضيف عليه الميزة بتاعت موشن بلور دي. هنضيف الفيديو اللي احنا بنتحرك فيه بالشكل ده، وبعد كده هنضغط على الفيديو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنعمل ايه، نظبط السرعة بتاعته، مثلا نخليها ايه 8 اكس او 10 مثلا على حسب مدة الفيديو بتاعك. وبعد كده هنسحب الشريط ده لحد الاخر زي ما انتم شايفين كده، ونضغط على خيار اسمه موشن بلور اللي هو الشخص اللي بيجري ده، ونخلي دي اولى دي على 100 واللي تحت على 100. ونخلي طبعا ايه التايم على 6. وبعد كده ندوس على علامة الصح ونستنى الفيديو يحمل معانا. وهسيب طبعا الفيديو، مش هسرع لكم اي حاجة في الفيديو عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامكم، وكل حاجة مفيش اي مشكلة تواجهكم وانتوا بتعملوا الفيديو يخلص وارجع لكم تاني على طول.
وبكده الميزة بتاعت الفيديو اتعمل. بعد طبعا ما الفيديو حمل هتلاقي الميزة اشتغلت معاك على طول، وهتكون ميزة احترافية جدا. تقدر ان انت طبعا تظبط الفيديو بتاعك اكتر من ده. طبعا زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان دي فيديوهات شرح بشرح لكم عليها، فايه ما فيهاش اي تجويد يعني. فانت هتبدأ ان انت تمشي مع الخطوات هيطلع معاك الفيديو مظبوط. والميزة التالتة اللي هتكون معانا في تطبيق كاب كات هتكون ميزة الكي فريم. تعال اعرفك ازاي تستخدم ميزة الكي فريم دي هتوفر عليك كتير اوي في المونتاج وهتسهل عليك حاجات كتير اوي. تعال اعرفك ازاي تعمل الميزة دي بطريقة سهلة جدا، ويلا بينا. طبعا بعد ما تضيف الفيديو اللي انت عايز تعمل عليه ميزة الكي فريم دي تمام زي كده، هنضغط على الفيديو بالشكل ده، وبعد كده نضغط على علامة الكي فريم دي تمام كده. بعد كده نحرك مثلا ايه، انا عايز اعمل زوم في الحتة اللي في النص دي، بعمل زوم بالشكل ده، بسحب ايه بصباع الاتنين ناحية الحتة اللي انا عايز اعمل فيها الزوم تمام كده. كده احنا عملنا اول حتة في الزوم. في الحتة اللي بعدها انا عايز ايه ارجع الزوم تاني، يعني عايز يبقاش ايه الفيديو طبيعي زي ما هو. هعمل برضو ايه ترجيع زي ما احنا شوفنا كده. يلا بينا نشوف النتيجة مع بعض كده سريعا. بصوا نتيجة احترافية جدا، زوم وزوم ان بطريقة جامدة اوي بصراحة. وبس كده دي هتكون الميزة التالتة اللي كانت معانا في مميزات برنامج كاب كات. تعال نشوف الميزة الرابعة، وميزة احترافية جدا تعال اعرفك عليها دلوقتي. والميزة الرابعة في تطبيق كاب كات، والميزة دي هتكون ميزة اللوجو بتاع كاب كات ده. تعال نحل المشكلة دي بطريقة سهلة جدا. طبعا زي ما انت بتيجي تعمل مشروع بتلاقي اللوجو بتاع كاب كات ده ظهر لك في اخر الفيديو زي ما انت شايفين كده، فبتضطر ان انت تمسحه وانت بتعمل المشروع بتاعك. تعال نحل مع بعض المشكلة دي ونلغيها خالص وما نخليهاش تظهر معانا في اي مشروع احنا نبدأ ان احنا نعمله. هنخرج خالص زي ما انت شايفين كده، هندوس على علامة الاعدادات اللي فوق على اليمين ونلغي الخيار اللي متفعل ده زي ما انت شايفين كده. وبس كده تعال نجرب مع بعض تاني، وهندوس على نيو بروجكت ونضيف المشروع اللي احنا عايزينه. وزي ما انت شايفين كده بصوا ثانية واحدة كده نمشي كده على اليمين هنلاقي اللوجو بتاع كاب كات ده مش هيظهر لك. جرب الطريقة واكتب لي تحت في الكومنتات نفعت معاك ولا لا. وبس كده يا ابطال، وفي فيديو النهاردة عرفتك 4 مميزات مهمين جدا في برنامج كاب كات هيفرقوا معاك في المونتاج بتاعك. زي ما انتوا شفتوا طبعا عرفتكم واحدة واحدة بالتفصيل. طبعا مفيش اي مشكلة هتواجهكم وانتوا بتعملوا مونتاج لو مشيتوا على نفس الطرق اللي انا ماشي عليها وما سرعتلكمش اي حاجة في الفيديو. وبس كده يا ابطال، وبكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو وصلت لحد هنا تبقى انت صديقي الصدوق، واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش اللايك الجميل وكومنت برايك يشجعني ان انا استمر في الفيديوهات دي اكتر واكتر، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله. يعني اول ما انزل فيديو جديد هيوصلك اشعار ان نزلت فيديو جديد. خش بقى تروق الكلام، لايك جميل كومنت جميل كده حلوين زيك. ولو في اي مشكله واجهتكم ولو في اي مشكله وقفت معاكم اكتب لي تحت في الكومنتات وهنحلها مع بعض. لو عايزين اي حاجه اكتبوا لي في جروب التليجرام هتلاقي اللينك في الوصف. وما تنساش الفولو على الانستجرام. وبس كده هتكون نتيجه فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.